والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم، وبعد. المحادثة الأولى بوربولا بارتما. المحادثة بوربولا. المحادثة بوربولا. من تمأف سند برهتين دينار سايبا جوس كيموديان باتشا سيمسيا. المحادثة عفوا، أرجو الانتباه الشديد إلى الفرق بين الطريقتين في الكتابة. مأف سلا برهتين دينانتي لتبر بزأن أنتر دواشر بن لسان. تأمل كيف كتبنا الكلمة في المستطيل الأصفر. سلا لهاد بجيمنا كميم نليس بركة أندلم سيجي إمبات بات كونين. وتأمل كيف كتبنا الكلمة في المستطيل الأخضر. سلا لهاد بجيمنا كميم نليس بركة أندلم سيجي إمبات بات هجاو. نحن كتبنا الكلمة في المستطيل الأصفر بناء على قواعد الكتابة أو الكتابة الإملائية. كميسو دا من نليس بركة أندلم سيجي إمبات بات كونين إيكوت براتوران بن لسان. بينما كتبنا الكلمة في المستطيل الأخضر بناء على قواعد النطق أو الكتابة الصوتية. تيتبي كميسو دا من نليس بركة أندلم سيجي إمبات بات هجاو إيكوت براتوران سيبوتان. تأمل الفرق بين كتابة كل حرف بناء على قواعد الكتابة أو الكتابة الإملائية في المستطيل الأصفر. سلال هاد بربزان أنترى من ليس ستياب حروف دينان براتوران بن لسان دلم سيجي إمبات كونين. كما تأمل الفرق بين كتابة كل حرف بناء على قواعد النطق أو الكتابة الصوتية في المستطيل الأخضر. دنجوجا سلا لهاد بربزان أنتر من ليس ستياب حروف دينان براتوران سبوتان دلم سيجي إمبات هجاو. نلاحظ أن بعض الحروف تكتب في القاعدتين بصورة واحدة أو بطريقة واحدة أو برسم واحد أو بشكل واحد أو بكيفية واحدة. كمي برهتي كان بهوا بربا حروف دي توليس دلم دوابا كلام دلم ستو شراءة ستو أراه. بينما نجد بعض الحروف تختلف في الصورة أو الطريقة أو الرسم أو الشكل أو الكيفية بين القاعدتين. تتبي كمي من دبتي جوجا بربا حروف بربزة دلم قاعدة أتولو كيسان أنترى دوا براتوران. نلاحظ الحروف لام ميم حاء دال ثاء. كل هذه الحروف تكتب بصورة واحدة أو بطريقة واحدة أو برسم واحد أو بشكل واحد أو بكيفية واحدة في القاعدتين الإملائية والصوتية. كمي برهتكن حروف لام ميم حاء دال ثاء ثم حروف إني دي توليس دينان ستشرى دلم براتوران بن لسان دن براتوران كسبوتان. ولكن
هناك حرفان تختلف طريقة كتابتهما في القاعدتين. تيتا بي أداة دوا حروف yang berbeza dalam cara menulisnya dalam dua peraturan. الحرف الأول هو حرف ألف الوصل في بداية الكلمة. Huruf yang pertama adalah huruf alif wasl yang ada di awal perkataan. الحرف الثاني هو حرف التاء المربوطة في نهاية الكلمة. Huruf yang kedua adalah huruf ta مربوطة yang ada di dalam akhir perkataan. سؤال: ما الفرق بين الكتابة الإملائية والكتابة الصوتية؟ Apakah perbedaan antara penulisan ejaan dan penulisan suara? الجواب: أولا، الكتابة الإملائية هي الكتابة بناء على القواعد التي يكتب بها الكلام العربي في كل الكتب والصحف العربية، والكتابة الإملائية قد تتفق مع الصوت المنطوق أو الملفوظ أو المسموع وقد تختلف معه. Jawabannya, pertama, penulisan ejaan ialah menulis ikut kaidah-kaidah yang ditulis dengannya semua buku dan surat-surat Arab. Dan kadang-kadang penulisan ejaan dia jadi sama sebutan dan kadang-kadang lain dia berbeza dengan sebutan. ثانيا، الكتابة الصوتية هي كتابة الجملة بناء على الصوت الملفوظ أو المسموع أو المنطوق، وهي كتابة متطابقة تماما مع الجملة الملفوظة أو المسموعة أو المنطوق. Yang kedua, penulisan suara menulis ayat ikut dengan suara sebutan. Dan ini tulisan dengan suara yang telah tersebut. سؤال: عندما نكتب نحن اللغة العربية نكتبها بأي طريقتين؟ Soalan: apabila kami mahu menulis bahasa Arab, kita menulisnya dengan apa dua cara? الجواب: نحن لا نكتب إلا بالقواعد الإملائية، ولا يجوز البتة الكتابة بالقواعد الصوتية. Jawaban: kami menulis ikut penulisan ejaan sahaja dan tidak dibenarkan menulis menggunakan peraturan sebutan jika hendak menulis sama sekali. Soal: إذا كنا لا نستخدم في الكتابة إلا القواعد الإملائية فلماذا إذن نتعلم الكتابة الصوتية؟ Soalan: jika kita hanya menggunakan peraturan ejaan dalam penulisan, maka mengapa belajar peraturan sebutan? الجواب: نتعلم الكتابة الصوتية لسببين. Jawaban: kami mempelajari penulisan suara kerana dua sebab. السبب الأول لتعلم الكتابة الصوتية للتمكن من قراءة اللغة العربية، لأننا لن نستطيع قراءة اللغة العربية قراءة صحيحة إلا بالتهجي، ولن نستطيع التهجي إلا بتعلم الكتابة الصوتية. Sebab yang pertama untuk belajar penulisan suara, untuk kami boleh membaca bahasa Arab dengan cara yang betul. Kerana kami tak boleh membaca bahasa Arab bacaan yang betul kecuali selepas ejaan. Dan kita hanya boleh ejaan dengan mempelajari penulisan suara. Soal: وما القراءة؟ Soalan: dan apalah bacaan? الجواب: القراءة هي تحويل اللغة المكتوبة إلى لغة مسموعة. Jawaban: membaca adalah penukaran bahasa bertulis kepada bahasa yang boleh didengar. السبب الثاني لتعلم الكتابة الصوتية للتمكن من كتابة اللغة العربية كتابة إملائية صحيحة. Sebab yang kedua untuk belajar penulisan suara untuk dapat menulis bahasa Arab dengan tulisan ejaan yang betul. Soal: وما الإملاء؟ Soalan: dan apalah ejaan? الجواب: الإملاء هو تحويل اللغة المسموعة إلى لغة مكتوبة. Jawaban: ejaan ialah penukaran bahasa yang boleh didengar kepada bahasa bertulis. المحادثة. تأمل معي هذا الحرف في هذه الكلمة المحادثة التي بدأت به الكلمة. Sila lihat bersama saya huruf yang ada di perkataan ini.
المحادثة. yang berkataan المحادثة perbualan mula dinanya. ما اسم هذا الحرف؟ أبا نما إني حروف. أحيانا يسمون هذا الحرف ألف وصل. كدن مريكا بنجل ديا ألف وصل. وأحيانا يسمون هذا الحرف همزة وصل. كدن لين مريكا بنجل ديا همزة وصل. ماذا نسميه نحن؟ تتبي كمي منجلنيا دينان أبا. نحن نسميه ألف وصل وهو الأفضل. اتفقنا؟ كمي منجلنيا ألف وصل كرنا إتو ينتر بايك ستجو. أرجو أن نتعلم بعض الصفات الهامة لهذا الحرف ألف الوصل. سيهرب كمي من بلجة ببربا شيري بنتنج انتو حروف إني ألف وصل. الصفة الأولى لألف الوصل اختلاف الكتابة الإملائية عن الكتابة الصوتية. ألف الوصل من الحروف التي تختلف طريقة كتابتها الإملائية عن كتابتها الصوتية. شيري برتما ألف وصل دريبة دا حروف ينشر من الإسنية دلم براتوران إجأن أدبر بزأن دينشر من الإسنية دلم براتوران سبوتان. ألف الوصل في علم الإملاء أو القواعد الإملائية لها صورة واحدة أو طريقة واحدة أو رسم واحد أو شكل واحد أو كيفية واحدة وهي هذه. ألف الوصل دلم علم إجأن أتو براتوران إجأن إيا من بني إيسة لوكيسان إيا إيتو. وهذه أمثلة على كتابة ألف الوصل كتابة إملائية. ألف الوصل هي الحرف الأول في كل كلمة من هاتين الكلمتين. المحادثة الأولى. دن إني أدلا شنتو أتس من ليس ألف وصل دينان بن لسان إجاءن. ألف وصل إيا له حروف ين برتما دي دلم دوا بركة أن إني. المحادثة الأولى بربوالان برتما. ألف الوصل في الكتابة الصوتية أو القواعد الصوتية لها 3 صور أو طرق أو رسمات أو أشكال أو كيفيات أو أحوال. ألف الوصل دلم بن لسان سورة من بنيائي تيجا لوكيسان التو تيجا شرا من ليس.